السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين وبخير، مرة عشان رمضان ومرة عشان عيد الأم. هنعمل النهاردة تورتاية بسيطة جدًا بمكونات مش مكلفة خالص، علشان نفرّح كده الأمهات بحاجة كده جميلة وحلوة، ونفرّح برضه أولادنا ونسيب لهم ذكرى حلوة كده يوم عيد الأم. طبعًا كل سنة وكل الأمهات بخير، وربنا يرحم كل الأمهات اللي توفّوا. يالّا نعمل كده حاجة بسيطة وسهلة وسريعة ومش مكلفة. يالّا بينا نخش على الطريقة، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا، ولو الفيديو عجبكم إن شاء الله هيعجبكم حطوا لي لايك. يالّا أقول لكم أنا عملت إيه. أول حاجة هنجيب بولة كبيرة كده وتكون غويطة وواسعة، هنحط فيها 3 بيضات وعليهم كيس فانيليا وكيس من محسن الكيك الجل. طبعًا الكيك الإسفنجي كلكم عارفين بيتعمل بكمية بيض كبيرة جدًا، يعني 8 بيضات أو 10 بيضات على الأقل، ما بيتحطش أقل من كده. بس طبعًا نظرًا لغلاء الأسعار فإحنا هنقتصد ونوفّر على قد ما نقدر. أنا هاعملها ب3 بيضات بس، وهتطلع معانا زي الكيك الإسفنجي بتاع برّه بالضبط. هنستخدم 3 بيضات زي ما قُلت لكم، وهاحط عليهم كيس فانيليا وكيس محسن جل، ده بيتباع في السوبر ماركت وعند محلات مستلزمات الحلويات والحاجات دي. تمام. وهاحط عليه هاضربهم الأول كويس مع بعض، وبعد كده هانزل عليهم بكوباية مَيّة وكوباية إلا ربع سكر، وهافضل أضربهم لحد ما القوام يطلع زي الكريم شانتيه كده زي ما أنتم شايفين. ممكن تفضلي تضربي مثلًا ربع ساعة أو كده هيطلع معاكِ القوام حلو أوي. بعد كده هنجيب بقى طبق على جنب وننخل فيه الدقيق، لازم الخطوة دي لازم ننخل الدقيق كويس. مش عشان بس نطلّع لو في حاجة، لكن عشان ندخّل فيه هوا ونخلّيه كده إيه خفيف يعني. أنا استخدمت كوبايتين من الدقيق، طبعًا الكوباية المعيارية اللي أنا باستخدمها هي مقاس واحد اللي باعاير بيه كل حاجة في التورتة أو في المكونات يعني. فهنا أنا استخدمت كوبايتين من الدقيق، بس شِلت ربع كوباية وزوّدتها كاكاو، يعني كوبايتين إلا ربع دقيق وربع كوباية كاكاو. لو عايزينها تبقى الكيكة نفسها بالشوكولاتة، عايزينها تبقى كيكة بيضة عادية فانيليا يعني، ما نحطش الكاكاو ونخلّيهم هُم كوبايتين دقيق بس. كوبايتين دقيق وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، تمام. وهانزل عليهم على الخليط بتاع البيض والسكر والكلام ده كله، بس نقلّب بالراحة جدًا وبمعلقة مش بالمضرب. هاحطها في صينية مقاس 22، وندخّلها في الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد حوالي نُص ساعة، نُص ساعة و5 على حسب طبعًا الفرن. وأول ما نلاقيها خلاص كده استوت، بعد نُص ساعة بنفتح عليها الفرن مش قبل نُص ساعة، وبنختبرها بالخلة أو عصاية الشيش طاووق. لو لقينا العصاية طلعت نضيفة يبقى كده خلاص الكيكة استوت وبقت زي الفل. باطلّعها وباسيبها تبرد، وباقلبها زي ما أنتم شايفين كده على صينية أو على شبكة، وباشيل من عليها الزوائد اللي هي من برّه دي، الزوائد الناشفة دي. وباقطّعها بقى 3 طبقات، قطّعوها طبقتين السهل عليكم، يعني لو صعب تقطّعوه 3 طبقات خلاص قطّعوها طبقتين بس. أنا قطّعتها 3 طبقات، وحطيتها كده على الطبق بتاع التورتة، وباسقيها بشربات خفيف. الشربات ده بيخلّي الكيكة نفسها طرية مش ناشفة، وكمان بيخلّي طعمها حلو. وهافرد عليها الكريم شانتيه، طبعًا الكريم شانتيه كلّكم عارفين بيتعمل إزاي يعني. عامةً أنا عملته في تورتاية قبل كده برضه، ابقوا ارجعوا لها هاحطها لكم في صندوق الوصف، اللي مش عارف يعمله يعني. هو عامةً بيبقى كوباية كريم شانتيه عليها نُص كوباية مَيّة، ما يبقى المَيّة نُص مقدار الكريم شانتيه، باودر الكريم شانتيه. أنا باجيب الكريم شانتيه خام وبازوّده أنا سُكّر في البيت عشان خاطر ما يبقاش القوام بتاعه خفيف أوي. بس فأنا عملت أول طبقة حطيت عليها الشربات وبعد كده كريم شانتيه وبعد كده حطيت عليها صوص فراولة. ممكن تزوّدوا كمان قطع فراولة، أنا عاملاها أساسًا بالفراولة فحاطة فيها فراولة كتير جدًا. فأنا عملت بقى كده كل الطبقات بنفس الشكل، كريم شانتيه وصوص فراولة زي ما أنتم شايفين كده. أنا عايزة بقى أخلّي التورتاية تبقى شكل قلب، فهاعملها بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. هاحددها كده 4 تربع، بس مش باغرز السكينة فيها، أنا بس من على الوش كده من فوق باحددها كده 4 تربع. وباخد من الربع الأخير كده حتّة زي ما أنتم شايفين كده، وباحطها في الوش من قدّام، وإيه زي ما أنتم شايفين الطريقة اللي أنا عملتها دي كده، بتطلع معانا في الآخر شكل التورتاية على شكل قلب. طريقة سهلة جدًا وبسيطة على فكرة، وركّزوا شوفوا أنا عملتها إزاي وهتعملوها أحسن منّي كمان. وهنلزقها كده بالكريم شانتيه علشان تثبت، وهتطلع معاكم في الآخر شكلها كأنكم عاملينها في قالب شكل قلب بجد. طبعًا الكيس البلاستيك اللي أنا حاطاه تحت التورتاية ده علشان خاطر أي زوائد أو أي حاجة تنزل عليه ما تبهدلش الطبق بتاع التورتة، وبنشيله في الآخر خالص وبيبقى عادي جدًا مش بيحصل حاجة.
هافرد بقى عليها الكريم شانتيه من على الوش، وهاغلّفها كلّها كويس جدًا بالكريم شانتيه والجوانب وكل حاجة. وطبعًا لو الجو حَر بادخّله يعني في كل خطوة من الخطوات دي ادخّله كريم شانتيه يسقع في التلاجة عشان ما يسيحش مننا. بس كده، وباغلّفها بالكريم شانتيه زي ما أنتم شايفين، وهافرده بسكينة بقى أو أي حاجة ونسوي الشكل يعني. بس يعني بُصّوا هي بسيطة جدًا وبإمكانيات بسيطة أوي وبأقل التكاليف يعني ومش محترفين أوي فيها، بس طلعت في الآخر شكلها لذيذ. ده صوص فراولة أنا كنت عاملاه في البيت طعمه تحفة يجنن، هابقى أنزّل لكم طريقته إن شاء الله، طعمه حلو أوي، أوي. هنحطه بقى كده على الوش بأي طريقة بقى كده عشوائية، أي حاجة بقى يعني، أنا مش محترفة أوي في التورت والجاتوهات يعني، بس باحب أعملها. بس مش باعملها باحترافية أوي يعني، بس بيطلع طعمها جميل ولذيذة. فإحنا طبعًا نظرًا لغلاء الأسعار والأسعار اللي إحنا فيها دي والحاجات اللي إحنا فيها، بنحاول نعمل حاجات بسيطة في البيت، مش مكلفة أوي، هي مكلفة برضه يعني، هي مش مكلفة خالص لأ يعني، بس أكيد تكلفتها أقل من لو إحنا اشتريناها جاهزة. يعني التورتات دلوقتي أقل تورتاية مش أقل من 300 جنيه يعني، ما أعتقدش فيها أقل من كده. فإحنا عملناها في البيت، لو حسبتوا التكلفة بتاعتها مش هتكون كتيرة أوي. يعني مثلًا البيض هو أول حاجة استخدمناه 3 بيضات، مش الواحدة تقريبًا ب6 جنيه، وكيس محسّن الجل ده ب5 جنيه أو ب10 جنيه مش فاكرة أوي، الكريم شانتيه هو تقريبًا أغلى حاجة الكريم شانتيه بس، يعني هو هتجيبه وهتستخدمه هو تُمن كيلو أو تُمن كيلو وشوية كمان، يعني أقل من ربع كيلو، يعني أنا استخدمت أقل من ربع كيلو، أنا كنت مشترية ربع كيلو كريم شانتيه بس ما استخدمتوش كلّه، هتستخدموا أقل من ربع كيلو كريم شانتيه. يعني لو حسبتوا التكلفة في الآخر ممكن توصل 100 جنيه، يعني تقريبًا يعني، فأكيد أوفر من برّه طبعًا، وكمان أنضف وطعمها جميل ولذيذة وبسيطة زينوها زي ما أنتم عايزين وبأي طريقة. وطبعًا إحنا دلوقتي في موسم الفراولة، فأنا مكتّرة فراولة، أنا باعشق الفراولة، فحتى فراولة بقى زي ما أنتم شايفين كده كتير وصوص فراولة وكل حاجة فيها فراولة يعني. ومن على الوش الخفيف ده كان جيلي فراولة، أنا كنت مخففاه عشان ألمّع بيه الفراولة من على الوش. حطيته على الوش كده عشان يدّي للفراولة لمعة، ما يبقاش لونها بهتان. وبنسحب بقى الكيس البلاستيك بالراحة كده زي ما أنتم شُفتوا كده، وباحطها في التلاجة ترتاح شوية، وبعد كده كلوها بألف هنا والشفا. وكل سنة وأنتم طيبين تاني، التورتة دي تنفع لأعياد الميلاد، لأي مناسبة تعملوها. وأكيد هتعجبكم، وإن هي والله بجد كان طعمها حلو جدًا، وكمان مش مكلفة وبسيطة جدًا، وبطريقة سهلة أوي. جربوها بقى قولوا لي رأيكم فيها إيه، لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي متنسوش تحطوا لي لايك. بالهنا والشفا.